اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الوقت ده سهى قالت: معلش هدخل اخد حاجة من عيادة اخويا واخرج على طول ونروح مشوارنا بعد كده. معلش اخرتك معايا، بس كان لازم استنى اللي جوه يخرجوا الاول. ودخلت سهى وانا اخدت نفسي وقلت: اصل انا جاية معاها عشان هنا عيادة اخوها، هتاخد حاجة بس وبعدها رايحين التمرين بتاع شهد. تمام ماشي يا استاذة اميرة، بس انا معلش كنت عايزة رقمك عشان حابة اتكلم معاكي شوية، بس بعدين. طبعا. وبعدها ادت لها الرقم ومشيت وانا كنت مرعوبة قوي. وخرجت سهى وقالت: حاولي تمسكي اعصابك شوية، ما ينفعش كده، شكلك كان باين عليه جدا انك مرتبكة. ما تعرفيش والله انا بخاف ازاي اعمل حاجة من ورا احمد، انتي ما تعرفيش هو شديد ازاي. طب يلا ادخلي بقى عند هشام وانا هستناكي هنا مع البنات. وبعدها دخلت وكان هشام شاب وسيم، واول لما دخلت قام وقف وقال: اهلا بحضرتك، اتفضلي اقعدي. وبدأت اقوله على كل حاجة بتحصل وان بخاف من اي حاجة. عايزة اقولك انك لازم تجمدي قلبك، ما ينفعش اللي بتعمليه ده. جوزك بيجي عليكي عشان خاطر شايف انك بتسمعي كلامه. انا خايفة ياخد مني البنت. مش هيقدر ومش هيطلقك اصلا، بس بنتك كده هتتعب من اسلوبك ده. وبعدها فضلنا نتكلم شوية وخرجت وروحت البيت من غير ما اتكلم. وتاني يوم صحيت على جرس الباب، ولما فتحت الباب كانت أمنية أخت أحمد، ودخلت وقالت: صباح الخير، عمالة اتصل بمامتك عشان أعزيها، مش راضية ترد علي. أميرة يا أميرة. ها؟ إيه مش سامعة؟ لا سامعة، بس معلش أصلا أنا لازم أحضر شنطتي دلوقتي، أنا مسافرة لماما. وجوزك عارف إنك مسافرة لوحدك؟ إيه؟ أكيد يا أمنية مامتك هتقوله لما يتصل بيها. شكلك ماله عامل كده ليه؟ وبعدين بلاش مشاكل مع أحمد. معلش نكمل كلامنا بعدين، بس أنا لازم أمشي دلوقتي. ودخلت وحضرت شنطتي ونزلت من غير ما أقول لحماتي. ووصلت بيت أهلي وفتحت لي رهام أختي وقالت: نعم، إيه اللي جابك هنا تاني؟ وكانت واقفة وسادة الباب. وقلت لها: وسعي يا رهام، واقفة كده ليه؟ أنا عايزة أدخل. مفيش دخول البيت، أرجوكي مش وقته، أدخل بس ونتكلم. أنا جيت والله وهعمل اللي انتوا عايزينه. أمك تعبانة وده طلبها، لو سمحت امشي بقى من غير مشاكل. بتقولي إيه؟ اوعي كده. مام يا مام. ودخلت وكان حماية قاعد وقال لي: تعالي يا بنتي، تعالي يا أميرة. ماما مالها يا عم؟ منه لله ابنك، مش ابنه لوحده اللي غلطان. ايه ما عندكيش عقل؟ وبعدين امك رافضه دخولك البيت، اطلعي بره. وعمي بصلها وقال لها: ده اللي اتفقنا عليه يا ريهام، اسكتي لو سمحتي. عمي انا مش قادره اصدق اللي هي عملته فينا، شفت ماما وصلت لايه بسبب اللي حصل. ارجوكي يا ريهام بلاش تضغطي عليا. خلاص يا ريهام قلتلك، ادخلي يا اميره شوف امك. وانا دخلت وقلت لها: ماما حبيبتي الف سلام عليكي. جايه بعد ايه يا اميره؟ بعد ما عرفت غلطتي ومش راجعه بيت احمد تاني. وفي الوقت ده دخل حماية على الكرسي ووراه ريهام وقال لي: انتي بتقولي ايه يا اميره؟ ابنك دمرني يا عم وانا مش عايزه ارجع له تاني. واكتشفتي كده فجأة؟ ريهام محدش عارف اللي بيا، ارجوكي مش ناقصه اي كلام دلوقتي. هو انتي جيتي ازاي اصلا؟ ما قلتش، مشيت وخلاص. بس أمنية عارفة ان انا جاي، وانت لما تروح هتقول له انا مش هرجع لهم تاني اصلا. برضو لسه عند كلامك يا عمي؟ ايوه عند كلامي، انا هعيش في بيتنا القديم ده بعد اذن امك طبعا. المشكلة ان مرات عمي عايزة البيت ده، انا هطلقها اصلا. يعني انتي مش هتيجي بعد فترة وتقولي عايزة ارجع لجوزي بعد اللي حصل؟ لا يا ماما. ايوه اللي هو ايه بقى اللي حصل؟ انه ياخدني من دفنة بابا. وانتي اكتشفتي ده دلوقتي؟ مش مرتاحة لك يا اميرة، معرفش ليه. ريهام انا هموت وانام، ادخلي يا اميرة في اوضتنا ونامي. وبعدها خرجت وعمي قال: اختك فيها حاجة يا ريهام، ارجوكي ما تجيش عليها. والله يا عمي نفسي تفوق،
أنا حاسس إنها مش طبيعية، مش هي دي أميرة اللي أنا أعرفها. نفس الإحساس اللي عندي يا محمد، ربنا يسترها عليها. ودخلت أميرة واتصلت بأحمد. إيه ده؟ أميرة بتتصل بيا، غريبة. طب رد لا يكون في حاجة. ما ينفعش طبعا أكلمها. وبعدها بعتله رسالة، وكان قاعد مع رحاب على البحر، وقلت له كويس إنك مردتش عليا، عشان أنا جبانة مش هعرف أقولك الكلام اللي نفسي أقوله في وشك. أنا عايزة أتطلق منك يا أحمد، ومش عايزة أشوف وشك تاني. وأحمد شاف الرسالة وساب التليفون وقال لا لا، لا يمكن دي تكون أميرة أبدا. هي بعتها بتقولك إيه دي؟ أميرة عايزة تتطلق. خلاص فرصتك جت لحد عندك. مش انت كان كل مشكلتك ان ابوك ما يوافقش؟ اهي جت منها. لا مش بمزاجها طبعا. انا كده ما بقتش فاهماك، هو انت عايزها ولا لا؟ انا اللي ارميها مش هي اللي تقول؟ لا والله. طب يلا بينا بقى عشان لازم انزل مصر. وانا كمان لازم انزل، لازم اشوف ايه التهريج ده. وبالليل موبايل هشام رن. اميرة ازيك، عاملة ايه دلوقتي؟ انا مرعوبة قوي، انا بعت رسالة لأحمد ومش عارفة هيعمل فيا ايه لما يجي. بطلي خوف شوية، ما ينفعش اللي انت فيه ده. انت وسط اهلك وهم هيقفلوا اكيد. ربنا يستر يا هشام، انا خايفة. هدي اعصابك بس. وفي الوقت ده الباب كان بيخبط، وريهام فتحت الباب. ايه ده؟ هو انت ازاي تخبط كده؟ اوعي كده من وشي. اميرة، يا اميرة انت فين؟ اميرة خلاص ما بقتش عايزاك. لا والله، وانت بقى اللي عارفة كده؟ ابعد عنها يا احمد، طلق اميرة يا احمد. اميرة مش عايزة تعيش معاك. حتى انت يا بابا بتقول كده؟ ايوه انا اللي بقول كده، بقولك طلق اميرة دلوقتي. مش هيحصل الا لما اشوف اميرة، وهي مش عايزة تشوفك. قلتلك اسكت انت. يا اميرة انت فين؟ وبعدها خرجت اميرة وقالت احمد حبيبي، هو انت جيت من السفر؟ حمد لله على السلامة يا حبيبي. والكل كان مصدوم من اللي حصل. وريهام قالت مش قلتلكم دي بتلعب علينا. وعمي قرب مني وقال لي اميرة في ايه؟ ايه يا عم؟ جوزي حبيبي، بلاش ارحب بيه. انت مريضة والله، انت ازاي كده؟ يلا بينا يا اميرة. وكنا ماشيين ولقيت ريهام بتقولي اميرة لو خرجتي من هنا اقسم بربي مش هتدخلي البيت ده تاني مهما حصل. مش بمزاجك وورثها، ولا مش عارفة الكلام ده؟ وقتها عمي قال احمد ايه كلامك ده؟ بتكلم في حق مراتي. يا قلبي مش قادرة، انتوا الاتنين شبه بعض ولازم تعيشوا مع بعض. يلا بينا يا حبيبي، يلا بينا. ونزلنا قدام البيت وقلت له شيل البنت. نعم؟ ده من امتى؟ من هنا ورايح. شيل قلتلك. انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ بقولك ايه، لو فكرت تمد ايدك عليا تاني ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك. اميرة انت اتجننتي؟ لا فقت، وانا روحت معاك عشان ما بحبش حد يمشي عليا كلامه، انما لازم تعرف حدودك بعد كده. واحمد كان مصدوم من كلامي ومش عارف ازاي انا اتكلمت معاه بالطريقة دي. وروحنا ودخلنا بيت حماتي. ايه ده؟ احمد ازاي؟ انت جيت امتى؟ بعدين يا ماما، مش وقته خالص. وفاء عايزة اكل، اعملي الاكل بسرعة. يا نهار ابوكي اسود، مين وفاء؟ هو انت غيرتي اسمك وانا معرفش؟ هو ايه اللي حصلك؟ وازاي قلبك بقى جامد كده؟ فقت لنفسي، وبعد كده لو حد اتكلم معايا باسلوب ما يعجبنيش ما يعرفش هيحصل له ايه. اوعي كده بلا قرف، سديته نفسي. وطلعت الشقة واحمد قال انا مش مصدق نفسي. هو ايه اللي حصل لها؟ مش عارف، انا لازم اروح لرحاب دلوقتي. هو ده وقت رحاب يا امي؟ انا مش ناقص، لولا البيت انا كان ليا كلام تاني. هروح واجي بالليل. يا ربي انا ولا فاهمه اي حاجه. واميره في الوقت ده طلعت شقتها ونامت. ولما صحيت ايه ده؟ انا فين؟ يا لهوي، انا جيت هنا ازاي؟ واتصلت بهشام. هشام الحقني يا هشام، انا في شقتي. ما انا مكلمك عشان اعرف ازاي. شهد كلمت صاحبتها وقالت لها احمد هيجي يعمل فيا ايه؟
انا بعتله اني مش عايزه اعيش معاه تاني. بنتك بتقول انك روحتي معاه، وده معناه حاجه واحده، انت عندك انفصام في الشخصيه. الموضوع قلب معاكي يا اميره. هتصرف ازاي؟ انا خايفه قوي ومش عارفه اعمل ايه. اهدي عشان تعرفي تفكري، ولازم تيجي العياده ضروري، لازم نشوف حل. واهلي هيقولوا ايه؟ انا قلت لهم اني مش راجعه تاني. هو العنوان عندكم ايه؟ ليه؟ مش فاهم. انا لازم اروح افهمهم فيه ايه. انا جسمي كله بيترعش. قلتلك انتي قويه، اهدي عشان تعرفي تحلي الموضوع. ارجوك خليك جنبي، انا خايفه. حاضر يا اميره. وفي الوقت ده الباب خبط. طيب اقفل يا هشام دلوقتي، في حد بيخبط. تمام، ابعتيلي العنوان في رساله، انا لازم اروح عندكم. يلا سلام. وفتحت اميره الباب، وكانت حماتها، وحماتها قالت لها عملتلك الاكل يا نور عيني. الكلام ده ليا انا؟ شفتي؟ حتى بعد ما كلمتيني وحش، شفتي بفكر فيك ازاي؟ انا كلمتك وحش يا ماما؟ انتي نسيتي ولا ايه؟ ده كان قدام احمد. واميره كانت بتكلم نفسها. احمد هو جه؟ طب ازاي انا عملت كده؟ طب ادخلي يا ماما، ادخلي. وفي بيت مامة اميره كانت نايمه على السرير، وريهام دخلت وقالت لها عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله بخير يا بنتي. البت دي لو جرالي حاجه ما تجيش جنازتي. اهدي بس يا ماما ارجوكي، انا مش فاهم هي ليه عملت كده، اتعودنا منها على كده. لا، اميره عمرها ما كانت بتتكلم بالقلب الجامد ده. البركه في ابنك يا عم. خلاص بقى، المهم انا عايزه ابيع نصيبي ليكي يا ريهام. ماما مش وقت الكلام ده، لولا انه حرام انا مش عايزه اديها حاجه خالص. وهو جوزها هيسكت؟ انا اصلا هاخد منه كل حاجه. والله يا عمي يبقى عين العقل، انا هعمل زي امك ما هتعمل. يعني ايه؟ وفي الوقت ده الباب خبط، وراحت ريهام تفتح، وكان هشام. مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك؟ انا هشام، كنت زميل اميره في الكليه. خير، في ايه؟ انا اسف، بس لازم اشوف مامتها، عايزها في موضوع مهم. وبعدها دخل، وكان عمي مع ماما في الاوضه، وقال اتفضل يا ابني اقعد. انا دكتور نفسي، ومن فتره اميره جات لي العياده، وعرفت النهارده ان عندها انفصام في الشخصيه. مش فاهمه يعني ايه؟ يعني اميره عايشه بشخصيتين؟ نعم، انت بتقول ايه؟ هي اللي بعت حضرتك تقول الكلام ده لينا بعد اللي عملته. استني بس يا ريهام، فهمني يا ابني بالراحه كده. انا ما ينفعش اطلع سر من اسرار العياده، بس لازم حد يساعدها لانها فعلا في خطر. ايوه عندك حق، اللي كانت بتتكلم دي مش اميره. شوف انت عايز ايه يا ابني واحنا معاك. وفي شقه وفاء احمد دخل وقال عامله ايه يا امي؟ اسك. طلعت لقيتها مش فاكره اي حاجه. يعني ايه؟ مش عارفه والله يا ابني، مراتك جرالها حاجه. بطلي الكلام ده، انا لازم اطلع افهم فيه ايه. وطلع لقى شهد قاعده على السلم وعماله تعيط، وكان في ايديها. ولحد هنا بتخلص حلقتنا.